في الدرس ده هنتعرف ازاي نحول الشكل ده من شكل 2D فلات زي ما احنا ما شايفين للشكل 3D اللي موجود قدامنا. وفي تركات كتير هنشوفها معانا في الدرس. طبعا اول ما هنشوف الشكل ده اول فكره ان نبدا نشتغل بيها زي ما انا ما فكرت في البدايه ان انا هشتغل بالبين تول وابدا احدد بس بالشكل اللي قدامنا ده. قلنا هنبدا اول حاجه بالبين تول زي ما احنا شايفين كده. هنختار لير، هنعمل لير جديد زي ما هنشوف. هنبدا نرسم بالبين تول، هنحط الانكر بوينت ونبدا نظبطهم. وطبعا موجود على القناة شرح كامل للبين تول وطريقة استخدامه، وهتلاقوا اللينك في الوصف دورة الإليستريتور كاملة. بس طبعا عشان نقعد نظبط، لو انت أول مرة تستخدم البين تول مش هيظبط معاك من أول مرة وهياخد معاك وقت. فلقيت في فكرة بديلة ودي التريكات السريعة اللي موجودة معانا في الفيديو. هنعزف الانكر بوينت ده اللي احنا عاملينه، هنضغط على في عشان نختار الموف تول. وطبعا عشان تستخدم الاختصارات تأكد ان اللغة انجليزي لغة الكيبورد. عشان لما تضغط على في يظهر معانا. هنضغط على بليد، هندلت الانكر بوينت على نفس اللاير. هنضغط على حرف ال عشان نجيب الدايرة او نختارها من الادوات زي ما احنا ما شايفين، وهنظبط الدايرة معانا بالكيرف. هنضغط على شيفت واحنا شغالين زي ما هنشوف دلوقتي. نضغط على الت وشيفت، هنخليها ستروك بس. طبعا هنقفل اللاير اللي تحت عشان ما يلخبطناش واحنا شغالين، ونبدا نظبط كده. الانحناء يعتبر ماشي مع الانحناء طبعا بالاتجاهات. بالموف تول ببدا اظبط. هنبدا ننط في الانكر بوينت وفي حجم الدايره زي ما احنا شايفين كده، بحيث ان احنا نبدا نظبط فيها. ننتقل بقى للمرحله الثانيه، هنعمل زوم واحنا شغالين عشان نظبط الشغل. نختار دايركت سيلكت تول، هنضغط على حرف الاي بالشكل ده كده، وهنظبط الدايركت سيلكت التانية معانا بالشكل ده كده. تمام. هننزل بلاد تحت شوية، هنضغط على علامة الزائد كيبورد عشان نعمل إضافة أنكر بوينت بالبين تول. هنضيف أنكر بوينت في الأماكن اللي احنا شايفين إن هي محتاجة أنكر بوينت. بعد كده نرجع بالدايركت سيلكت تول، نظبط النص زي ما احنا ما شايفين. نعمل زوم معانا عشان نظبط بالظبط زي ما هي موجودة. هنضغط على شيفت وسي، هيفعل معانا الأنكر بوينت تول، بيتحكم في الأنكر بوينت عشان نقدر نتعامل مع الهاندل بالشكل ده كده. نرجع ده لورا زي ما شايفين كده واحنا شغالين. نجيب دايركت سيلكت تول، نحرك الانكر بوينت ده شوية كده ونسحب الهاندل اللي تحت. نصغر الشاشة. ننتقل للمرحلة التانية، نضيف الانكر بوينت الجديد. نضغط على علامة الزائد، بعد كده دايركت سيلكت تول ونبدأ نظبطها. نرجع للدايركت سيلكت تول بالشكل ده كده، نعمل زوم عشان نظبطها بالظبط. هنيجي نلاحظ ان هو هنا ما بقتش مظبوطه، نبدا نظبطها. نختار دايركت سيلكت تول، نضغط على شيفت وسي، ننتقل للجزء اليمين. احنا كده خلاص خلصنا الجزء الشمال، نبدا نظبط على الجزء اليمين بالشكل ده كده. طبعا عشان نظبط معانا الشكل هنضيف انكر بوينت تاني، نضغط على علامه الزائد ونظبط الدايركت سيلكت تول بالشكل ده كده. ويبقى بكده احنا خلصنا رسمة التفاح. هنكمل الرسومات بشكل سريع وارجع لكم بعد تكميل الشكل نفس استخدام البين تول. بنضغط على الالت عشان نعدل الزاوية زي ما احنا شايفين كده. نضغط على الالت عشان ننهي الانكر بوينت، نقلبه حاد، ونرجع مرة تانية ونعمل انكر بوينت جديد بالشكل ده كده. هنكمل باقي رسم الشكل بالبين تول. نضغط على الالت ونظبط الانكر بوينت معانا. طبعا في بعض التريكات هنحول ده بدائري نظبط معانا الشكل. نبتدي نكمل بقية الرسمة. بعد كده نبدأ نرسم الورقة ونصغر الشاشة. طبعا طريقة التعامل والتعديل على البين تول دي موجود شرح كامل على القناة. احنا كده عملنا نص. نكمل باقي الرسم زي ما احنا شايفين. نعمل زوم عشان نظبط معانا الزوايا، نختار دايركت سيلكت تول. يبقى بكده الشكل العام احنا كملناه وعملنا رسمة الدايرة، رسمة التفاحة زي ما احنا شايفين بشكل دايرة. تابعونا وهنكمل مع بعض النقطة المهمة واللمسات الفنية ان احنا نحولها لشكل مجسم. دلوقتي اول حاجة هنعملها معانا ان احنا هنعمل جسم تفاحة ككل. هندي كل لون، كل مجسم اللون الاصلي بتاعه بلون التفاح. طبعا احنا عاملين باليت كلر لكل جزء، وهسيب لكم درجات القيم الباليت في وصف الفيديو. ومعانا الترتيب، هنرتب طبعا الليرات. هنرجع اللير ده ورا الفرع بكنترول وعلامة القوس المفتوحة جنب حرف البي. يبقى كده الشكل العام معانا 2D موجود دلوقتي جاهز. هنبدأ ننتقل دلوقتي لمرحلة المش تول وتحويل الشكل ل 3D. هنختار مكان الإضاءة، نحدد مكان الإضاءة فين اللي هنشتغل بيه. نضغط على المش تول، ده يبقى اتجاه الإضاءة
النقطة الأساسية معانا، أقصى نقطة اتجاه اليمين، وهنديها اللون الفاتح ده بالشكل ده. بعد كده هنرجع اللون الأصلي مكانه كده، نعمل توزيع لدرجات اللون عشان التجسيم. ممكن نغمق اللون شوية ده من هنا، نديله اللون الأصلي، يعني نخلي الحواف ممكن نخلي ده الدرجة الفاتحة زي ما احنا شايفين كده. ممكن ننزل بيه كده نظبط الشكل معانا. ده جزء الإضاءة. نبدأ بقى نضيف الضلة تحت بتاعت الغصن بتاعها، نعمل زوم معانا بالشكل ده كده، نديله غصن غامق ده كده. نفصل مكان الإضاءة واللون الأصلي بحيث يدينا شكل التجسيم، وننتقل هنا. ده هيبقى اللون الغامق بتاعنا الشادو. وهنسرع في الجزئية دي كده. احنا عرفنا المبدأ ازاي ان احنا بنعمل التلوين، وهنسرع في الجزئية ديت عشان وقت الفيديو. عشان كده وصلنا للشكل النهائي وعرفنا المبدأ ازاي. وبعد التعديلات اللي احنا عملناها ده الشكل النهائي بتاعنا. طبعا التنفيذ نفس الخطوات اللي عملناها على شكل التفاحة هو اللي بنعمله على شكل الغصن والورقة. وبكده يبقى خلصنا فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت، تكتب لنا رأيك لو كنت تعرف المعلومة دي ولا لا، وتعمل متابعة للقناة عشان نشوف كل درس جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.